هاي ماي دير، معاكم مسام الحكيم من قناتكم كويك انجلش نوتس. يا رب تكونوا بصحه وفي احسن حال. حلقتنا النهارده هنعرف فيها ان التفاح مش بس للاكل. خليكم معايا. طبعا كلنا عارفين ان ابل يعني تفاح. an apple or apple معناها تفاح. لو عايزه اقول على شخص سيء اقول عليه a bad apple. a bad apple. a bad apple. ولو عايزه اقول مدينه نيويورك مسميينها the big apple. the big apple. the big apple. ولو عايزه اقول على حاجه كله تمام اقول she's apples. she's apples. she's apples. وعندي كمان آدمز apple. آدمز apple اللي هي تفاحة آدم، اللي هي بتبقى عقدة الحنجرة وتبقى مميزة جدا عند الرجالة. آدمز apple. ولو عايزة أوصف شخص إن هو متملق أو منافق أقول عليه apple polisher. apple polisher. apple polisher. ولو عايزة أقول فرصة تانية أقول second bite of the apple. second bite of the apple. second bite of the apple. ولو حد مقرب ليك جدا جدا وعايز تقول عليه قرة عينك أو قرة عين حد the apple of someone's eye. the apple of someone's eye. the apple of someone's eye. ولو عايز تقول بالإنجليزي من شابه أباه ما ظلم the apple doesn't fall far from the tree. the apple doesn't fall far from the tree. بكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. يا رب اكون قدرت افيدكم واللي استفاد من الفيديو ما ينساش لايك شير كومنت and subscribe to my channel. Don't forget my pages on Facebook, Twitter, Instagram and TikTok. Thank you for watching and bye bye.